اول ماتش لينا في دور المجموعات من كاس افريقيا المحليين قدرنا نساليوه من تصريم من بعد ما قدرنا نفوزوا على انغولا بنتيجه هدفين مقابل هدف، وبالتالي المنتخب الوطني كيتصدر المجموعه ديالو من بعد اول جوله. هذه المجموعه الف اللي كتضم كل من المنتخب الوطني، رفقه البلد المنظم كينيا، رفقه كل من زامبيا، الكوت ديفوار وانغولا. المجموعه اللي فيها خمسه ديال المنتخبات واللي غيتاهلوا منها فقط جوج منتخبات للدور الربع. للإشارة فإن البطولة الحالية مقامة في ثلاث بلدان واللي هي كينيا، تنزانيا وأوغندا. هذه البطولة اللي كما كتعرفوا أننا قدرنا نفوز بها في النسختين السابقتين، نسخة المغرب ونسخة الكاميرون، كأكثر منتخب كيتحصل على هذه البطولة مناصفة مع الكونغو الديمقراطية. فلما لا حتى في هذه النسخة نقدروا ناخذوها ونضيفوها للبالمارس ديال المنتخب المحلي كثالث لقب قاري. على أي بخصوص الماتش ديالنا كونتر أنغولا اللي لعبناه في دولة كينيا في ملعب سميتو نيايو، يا ربي نكون ذكرت سميتو مزيان. المهم، قبل ما نشوفوا التشكيله اللي بدا بها الناخب الوطني طارق السكتيوي، بغيت منكم تشتركوا معنا في القناه باش تعاونوني نوصل ديك 1000 مشترك في اقرب وقت. راه واخا تشوفوني يلاه بادي ما تحقرونيش. المهم، التشكيله اللي بدا بها طارق السكتيوي كانت على شكل 4-4-2، بحيث كان في حراسه المرمى لاعب الرجاء البيضاوي مهدي الحرار، هذا الحارس اللي اصبح من بين افضل الحراس داخل الدوري المغربي واللي تحصل في هذا الماتش على تقييم 7.4. بالنسبه لقلبي الدفاع كان بوشعيب عراسي لاعب الرجاء البيضاوي، واللي بالرغم انه ما كيدخلش مع الفريق ديالو بشكل رسمي إلا أنه قدم مستوى طيب في هذا الماتش، والتقييم اللي تحصل عليه هو 6.9. رفقة عراسي كان اللاعب القادم حديثا للجيش الملكي، اللاعب اللي هو مروان الودني اللي حتى هو قدم أداء جيد في هذا الماتش هذا، وبسبب هذا الأداء قدر يتحصل على تقييم 7.4. ندوزو دابا للأظهرة، بحيث طارق سكسيوي اختار أنه غيكون تما كل من مفيد لاعب الوداد الرياضي في الظهير الأيمن، مفيد العائد من كأس العالم للأندية رفقة الوداد اللي للأسف ما قدروش أنهم يقدموا شي أداء اللي محترم في ديك البطولة. على أي مفيد اللي دار مستوى زوين في هذا الماتش واللي خلاه يحصل على تقييم 7.1. وبالنسبة للظهير الأيسر كان تما لاعب الرجاء البيضاوي والمنتخب المغربي الأول اللاعب يوسف بالعامري اللي كيقدم أداء ثابت مع فريق الرجاء وكذا مع المنتخب الوطني. بالعامري اللي تحصل في هذا الماتش هو الآخر على تقييم 7.1. ندوزو دابا من الأظهرة لخط الوسط، واللي غنلقاو تما فيه 4 ديال الأسماء. بداية من أنس مهراوي اللي هو في الأصل لاعب هجومي، لكن سكسيوي اختار يلعبو في الوسط. مهراوي لاعب النادي المكناسي ما قدرش يقدم مستوى عالي في هذا الماتش، لذلك تحصل على تقييم ديال 6.3. كنتمنى انه يخدم ويزير راسو معنا الا بغى يحافظ على الرسميه ديالو مع المنتخب في قادم المباريات. حدا المهراوي كان لاعب الجيش الملكي انس الباش اللي قدم اداء لا باس به في هذا الماتش هذا، الاداء اللي خلاه يتحصل على تقييم 6.8. حدا الباش كان لاعب الجيش الملكي الاخر ربيع حريمات اللي تحصل على جائزه رجل المباراه في هذا الماتش، واللي عطى تمريرات الهدف الاول بطريقه جميله. حريمات اللي كانت هناك مطالب جماهيريه باش انه يكون رفقه الفريق الاول، وهذه المطالبه اللي بالنسبه لي انها في محلها، لان حريمات من بين افضل اللاعبين في المركز ديالو في الدوري المغربي. كنتمنى من الناخب الوطني وليد الركراكي يعطيه الفرصه ديالو في قادم التحديات. حريمات بهذا الاداء اللي قدم في هذا الماتش قدر يتحصل على تقييم 7.1. العنصر الرابع اللي كان في الوسط هو صاحب الهدف الاول، لاعب نادي بركان عماد الرياحي اللي كان من بين افضل العناصر في هذا الماتش هذا بسبب الاداء الجيد ديالو والهدف اللي سجل. هذا الشيء اللي خلاه يتحصل على اعلى تقييم في هذه المباراه هذه، والتقييم اللي هو 8.1. كل المتمنيات انه يكمل بحال هكا في قادم المباريات. ندوزو دابا لخط الهجوم، خط الهجوم اللي ما بانش بالمستوى الجيد في هذه المباراه، بحيث ان كل مئة اورخان لاعب الجيش الملكي واللاعب ايوب مولوع لاعب الفتح الرباطي القريب من الرجاء البيضاوي قدموا اداء متوسط للغايه، بالخصوص مولوع اللي تحصل على اقل تقييم في هذا الماتش هذا، والتقييم اللي كان هو 6.1. بالنسبه للاعبين الاحتياطيين اللي شاركوا، ففي دقيقة 67 تم دخول لاعب دفاع الحسني الجديدي خالد بابا مكان عماد الرياحي. خالد بابا اللي بان بمستوى لا بأس به خلاه يحصل على تقييم 6.4. كما أن في دقيقة 79 دخل محمد بولكسوت لاعب الرجاء البيضاوي مكان المهراوي لاعب النادي المكناسي. بولكسوت اللي في الوقيته اللي لعب فيها ما بانش بالاداء ديالو المعهود، واللي ولفاتو به الجماهير ديال الرجاء، داكشي اللي خلاه يتحصل على تقييم 6.4. ايضا في نفس الدقيقه تم اشراك يونس الكعبي لاعب نهضة بركان الجديد والاخ ديال ايوب الكعبي، فتم اشراك يونس الكعبي مكان اللاعب ايت اورخان، واللي الكعبي في الفتره القليله اللي لعب بان بمستوى افضل من ايت اورخان، الشيء اللي خلاه يتحصل على تقييم 6.7. اما بالنسبه للاعبين امين صوان وعبد الحق عسال اللي دخلوا من بعد الدقيقه 90 فما تحصلوش على وقت كافي باش يكون هناك شي تقييم ليهم. المهم على ايين، المباراه الافتتاحيه ديال المنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب انغولا قدرنا نساليوها بانتصار ثمين وبثلاثه ديال النقاط مهمه. هذا الانتصار اللي غادي يخلينا نلعبوا باقي المباريات الجايه بثقه مرتفعه من عند اللاعبين وكذا المدرب. فحاليا يجب نسيان هذه المباراه ضد انغولا وخاص نركزوا على الماتش القادم ضد صاحب الارض والجمهور البلد المنظم كينيا.
فمن الآن يجب على الناخب الوطني طارق السكسيوي أنه يشتغل على ذاك الماتش ويتفادى الأخطاء اللي دارت بآخر ماتش باش إن شاء الله نخرجوا من الماتش ديال كينيا بثاني انتصار اللي يخلينا نقربوا أكثر من التأهل لدور الربع. فحتى لهنا أخوتي المغاربة كنكون وصلنا لآخر الفيديو ديالنا. شكرا لكم على المشاهدة. قبل ما نمشي بغيت منكم اللي مازال كيتفرج واللي وصل حتى لهنا يخلي الاشتراك ديالو معنا في القناة باش يساعدني ويدعمني أنني نكمل. فيلا دابا ما بقى غير نقول لكم تهلاو في ريسكم. نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. تهلاو.